بسم الله. التوسي ملك بيان إلى الرأي العام. نحن كشعب يزيدي في مجمع خانسور وقادة سنجار ندين ونستنكر القرار الظالم والمؤلم الذي صدر من محكمة جنايات موصل بحق الشاب اليزيدي البريء خالد شامو سرحان بالتهمة الباطلة وبدون أي إثبات يؤكد تورط شاب خالد في هذه الجريمة، علما بأن هناك أدلة وإثبات وشهود يؤكدون براءة خالد من هذه التهمة الباطلة، إلا أن محكمة ترفض أي شهادة من طرف شاب خالد. بغض النظر عن كل هذه الأدلة، فإن والد مقتول فارس عندما تكلم عبر أحد قنوات تلفزيونية قال بأن القاتل خارج السجن، ويجب على المحكمة متابعة كلام والد المقتول. وإذا لماذا يقبل أن يتم إعدام شاب بريء في مقتبل عمرها والقاتل الحقيقي مرتاح وبعيد عن المحاكم؟ نحن كمجتمع يزيدي ضد القتل والإجرام، ونتمنى كشف القاتل الحقيقي وتقديمه للمحاكم والإفراج عن الشاب خالد فهو بريء كل البعد عن هذه الجريمة. هذا القرار مفجع وظالم، إهانة للمجتمع اليزيدي ولكل شريف، وإهانة للقانون والعدالة العراقية. ونتمنى من منظمات حقوق الإنسان وقضاء الأعلى في بغداد بمراجع القضية والإفراج عن شاب خالد شامو سرحان أبناء المجتمع اليزيدي في خانسور وسنجار بتاريخ 24/2/2020. خالد بريء، انقذوا قضية خالد، هي قضية مجتمع كامل.